اول سؤال كتير من الناس هتساله لك تقول لك انا هرجع وزني المثالي المفروض اكون عليه بعد قد ايه من العمليه؟ ده سؤال طبعا فعلا شائع زي ما تفضلت وبنسأله كتير جدا، وهي نقطة مهمة. أنا هعمل عملية النهاردة، هل أنا زي عمليات التجميل هعمل عملية النهاردة ألاقي نتيجة على طول بعد ما أخرج من أوضة العمليات، ولا الموضوع بياخد وقت شوية؟ إحنا هنا بيبقى بنحب ننوه على كونسبت عندنا اللي هو اسمه النزول الصحي للوزن أو فقدان الوزن الآمن زي ما بنقول. أنت وزنك هينزل بعد عمليات السمنة من سنة لسنة ونص، هتفقد من 70 ل 80% من وزنك الزائد على مدار سنة سنة ونص، وهو ده اللي بنسميه النزول الصحي. مش هيبقى حاجه حلوه جدا ان انا اخس فجاه مره واحده، ده خطر اولا على صحه البني ادمين، وخطر على الشكل بتاعه وعلى الاجهزه بتاعته. حضرتك عارف في انترنال فاتس او في دهون داخليه، فالاورجنز او الاعضاء ممكن يحصل فيها مشاكل. كلام مش عايز اتكلم في كلام علمي كتير او يعني مصطلحات علميه، لكن النزول الصحي او النزول الامن للوزن دوت مهم جدا جدا جدا، وده اللي بتعمله الجراحه عندنا. احنا هنفقد وزننا او هنوصل لوزننا المثالي على مدار سنه سنه ونص. في خلال السنه سنه ونص دول بيحصل حاجات كتيره جدا مهمه تخلينا نحافظ على نزول الوزن دوت لاكبر فتره ممكنه ان شاء الله بقيه عمره كله. لا، بنغير السيكولوجيه بتاعت العيان بتاعنا في تعامله مع الاكل وفي تعامله مع حياته كلها. بعد شهر نقول له لازم تلعب رياضه، بعد شهر لازم نقول له تغير عاداتك الغذائيه، ما ينفعش تاكل بالليل، ما ينفعش تاكل كتير نشويات. بنغير اللايف ستايل الكامل بتاع العيان بتاعنا. فالنزول الصحي للوزن بيبقى على مدار سنه سنه ونص بعد العمليات، علشان نقدر نخس في صحه جيده. لازم اقول لهم دايما، بقول عليهم كده، انا مش مهم انزل كام كيلو، مهم انزل في صحه جيده، انزل وانا صحتي كويسه. ده المفهوم الاساسي.